ميدلت وخنيفرة تقدمان إبداعات صناعتهما التقليدية. لطالما اشتهرت المنطقة بزرابيها. حليمة قاسمي تستعرض بزهو منتوجات تعاونيتها بإيدزر، رهانها إدخال تحسينات على الزربية التقليدية. جيت كعريضه ديال الزربيات من إيدزر اللي هي كانت شويه ديال الجوده، ماشي الصنعه ديالي تنشكرها، ولكن كاينه الجوده، كاين الاتقان، كاين شويه ديال الابداع مخالفه على الزربيه كي كانت الطابع ديالها الاول. بدلنا الالوان، بدلنا شويه تقنيات، ولكن المشكل اللي عندنا وهو في التسويق. منتوجات عصرية في جوهرها تمسك بروح الصناعة التقليدية، لكن حاجز التسويق يظل عائقا أمام انتشارها. السلعه زوينه، السلعه زعما نقيه ومخدومه متقونه، ولكن ما في التسويق عندنا مشكل كبير. نتمناو ان شاء الله تلقى الاقبال كبير وتحلوا لنا بيبان ديال التسويق اللي ان شاء الله باذن الله. المنطقة حبلى بمواردها الطبيعية. التعاونيات تحرص على تطوير منتوجات طبيعية، أبرزها خل التفاح ومستخلصات إكليل الجبل. تعتبر هذا المعرض هذا فرصة للصناع التقليديين لتبادل الأفكار وكذا لتسويق منتوجاتهن، وكما كتعتبر نجاح هذا المعرض نظرا للمشاركة الهامة ديال النساء فيه. لمسة أنثوية باذخة تطغى على أروقة المعرض الإقليمي الثالث للصناعة التقليدية بميدلت. أزيد من 30 عارضا، كلهم أمل أن يشكل المعرض نافذة لزوار الجهة وألا تظل مواهبهم حبيسة مدنهم الصغيرة.